ازاي تجلط مشجع اهلاوي في 3 خطوات. اولا استبعد علي معلول وما تلعبش باي باك شمال. ثانيا بن شرقي سيبه على الدكه لحد اخر الماتش. ثالثا اخر تغييراتك لحد دقيقه 88. وتعالوا بالمره نقيم اللعيبه خلال الماتش. في الاول كده هنتكلم عن الخط الدفاعي. محمد الشناوي والناس دي كلها ادائهم متوازن، وكان اداء رجولي ومعتاد من لعيبه النادي الاهلي في الماتشات الكبيره. بس المتميز فيهم كان اشرف داري، وهو ده اللي يستحق فعلا التقييم، وتقييم عالي كمان 8 من 10. مروان عطيه عمل اللي عليه خلال الماتش بافتكاكه للكوره ونقله للكوره لقدام، 7 من 10 لمروان عطيه. لكن احمد رضا مختفي تماما، وتقريبا ده الطبيعي لانه ما عندوش حساسيه الماتشات الكبيره او ماتشات في افريقيا، في سان داونز، في بريتوريا الساعه 3 العصر. الكلام ده محتاج حد زي عمرو السوليه، كان فرق معاك في الماتش جدا. نجم الماتش طبعا بلا نقاش امام عاشور، 10 من 10، وهو اللي يقيمني واحسن لعيب في افريقيا لو خدنا افريقيا باذن الله. طاهر دفع كويس بس الهجوم كان تايه تماما، وده اللي خلاني اسال هو ليه بن شرقي ما نزلش من بدري. جراديشيار باين لك قد ايه هو بيتميز لما بيلعب 9 صريح لوحده، مش لما بينزل تالت في نص الملعب زي الماتشات اللي فاتت. فجراديشيار اداء عظيم، 7 من 10. وفي النهايه انا مبسوط من رد فعل كولر، وانه اخيرا ابتدى يتفاعل مع الماتشات، وان شاء الله افريقيا في الاهلي. وبكده بقى قلت لك